يا جيري. الكورنيش هنا بقى تحفة بعد التطوير. والله العظيم روعة يا توم، والإضاءة حلوة قوي. تعال نعدي على قهوة الفراعنة هناك. والله المنظر من قهوة الفراعنة تحفة يا جيري. صح يا توم، والموقع تحت عمارة عيلة جيار جميل قوي. تفضلوا الشاي بتاعكم يا بهوات عين. والعمارة دي من أيام زمان. على فكرة عيلة الجيار من أقدم وأعرف العائلات في المنصورة. يلا يا توم نروح دار ابن لقمان. يا جيري هنا في شارع بورسعيد بالظبط، دار ابن لقمان اللي اتسجن فيها لويس التاسع سنة 1250. تخيل يا توم المكان ده كان سجن الملك فرنسا يا جيري. شوف التماثيل دي. ده تمثال لويس التاسع. واو. وتخيل يا توم ان السجن ده استمر 3 شهور كاملة. وبيتقال إنهم كانوا بيحطوه في القفص ده اللي شايفينه. يا توم شوف الخريطة دي بتوضح معركة المنصورة. صح يا جيري، والسلاح ده كان بيستخدمه المماليك. يلا نكمل الجولة ونروح نشوف باقي القاعات. يا جيري قهوة أندريا قريبة جدا من هنا. شايف اليافطة هناك يا توم؟ يلا بينا نشوف أقدم قهوة في المنصورة. أهلا وسهلا في قهوة أندريا، أقدم قهوة في المنصورة. إيه الحلاوة دي؟ الجو هنا تحفة والطابع القديم جميل. هتطلب إيه يا جيري؟ أنا عايز شاي نعناع. وأنا عايز عصير برتقال يا توم. حاضر يا بهوات حالا. والقهوة دي فعلا تحفة. يا جيري ايه رأيك نكمل رحلتنا فين بعد المنصورة؟ نروح متغمر يا توم، ولا نبرو ناكل فسيخ ورنكة؟ أو السنبلاوين نشوف مزرعة الرز والتل الأثري. يا جيري المنصورة مدينة جميلة وأهلها أطيب ناس. صح يا توم، من قهوة الفراعنة لدار ابن لقمان. Like, comment, share, subscribe to a Baby World channel.